نوفمبر 1979 مدير مبيعات في انتل اسمه دون بعت رساله من 8 صفحات للاداره. رساله ما كانتش تقرير مبيعات عادي، كانت شبه واحد بيصرخ: احنا بنخسر السوق، ولو فضلنا كده مستقبل الشركه نفسه في خطر. وقتها انتل عندها معالج اسمه 8086. على الورق هو منتج قوي، لكن في السوق كان بياخد علقه من معالج موتوريلا اللي اسرع واسهل في البرمجه. المندوبين جوه انتل محبطين، والعملاء القدام كانوا ساعات بيقفلوا السكه في وشهم، والشركه اللي اخترعت المايكرو بروسيسور كانت بتتفرج على المنافس وهو بياكل السوق حته حته. بعد الرساله باسبوع الاداره اتجمعت، وبعد اسبوع كمان فريق طوارئ بدا يجهز هجوم مضاد اسمه اوبريشن كروش. اللي حصل بعد كده كان غريب جدا. في شهور قليله اكتر من نص موظفين انتل دخلوا العمليه، وفي اخر السنه فريق المبيعات عدى التارجت اللي الناس كانت شايفاه مستحيل. لكن المفاجاه الكبيره ان انتل ما غيرتش حته واحده في المنتج عشان تكسب الخناقه دي. لا معالج جديد، ولا اختراع نازل من السماء، ولا ساحر دخل معمل بالليل. طب ايه اللي خلاهم يكسبوا؟ وازاي شركه فيها حوالي 2000 موظف وكل اداره عندها مشاكلها واولوياتها تلف في اسابيع وتتحرك كلها كانها شخص واحد؟ الاجابه هي فكره بسيطه جدا، بس اغلب الشركات بتبوظها اول ما تحاول تطبقها. في اخر الحدوته هتكون عارف الفرق بين هدف يحمس الناس دقيقتين في ميتنج وهدف يغير فعلا اللي الناس بتعمله يوم ورا يوم. وهتعرف تكتب OKR محترم، اوبجيكتيف واضح، وتحته كي ريزالتس تقول لنا بالارقام وصلنا ولا بنضحك على نفسنا. ولو بتحب الحواديت اللي تطلعك فاهم مانجمنت، اعمل فولو عشان نعرف نوصل لك بالحلقات الجايه، وعشان محتوانا ياخد فرصته وسط الزحمه. عشان نفهم حجم المصيبه لازم نرجع خطوه ورا. المعالج اللي بتقدمه انتل ما كانش مجرد منتج في الكاتالوج. لو شركه قررت تبني جهازها عليه غالبا هتشتري بعده ادوات تطوير وميموري وقطع تانية من انتل. يعني بيع المعالج كان بيفتح باب لصفقات ممكن قيمتها تبقى 10 اضعاف البيعه الاولى. ولو معالج انتل خرج من السوق ابواب كتير كانت هتتقفل وراه. وفوق ده كله انتل كانت خسرانه مكانها في سوق الميموري، وشركات يابانيه بتضغط عليها. فالمايكرو بروسيسورز ما كانتش مجرد فرصه حلوه، كانت تقريبا احسن رهان لمستقبل الشركه. المشكله ان موتوريلا عندها ميزه حقيقيه: المنتج اسهل في البرمجه، وفريق انتل ما عندوش وقت يرجع يبني المعالج من اول وجديد. يعني تخيل معايا انت داخل خناقه وممنوع تغير السلاح اللي في ايدك، قول لي هتعمل ايه؟ 4 ديسمبر فريق انتل دخل اوضه اجتماعات وقعد 3 ايام يحاول يحل اللغز. السؤال ما كانش ازاي نخلي معالج انتل يبقى شبه موتوريلا، السؤال كان ايه اللي عندنا ومحدش تاني يقدر يقدمه بنفس القوه. موتوريلا عندها تشيب سهل، لكن انتل عندها عيله كامله من المنتجات وادوات التطوير ودعم فني وتكلفه تشغيل اقل على المدى الطويل. فبدل ما يبيعوا للبروجرامر ويجادلوه مين اللي عنده انفراستراكشر انضف، قرروا يبيعوا للCEO فكره اكبر: المعالج اللي تختاره النهارده هيحدد سرعه وتكلفه منتجاتك لسنين. في اقل من اسبوعين الفكره اتحولت ل9 مشروعات، كتالوج للمنتجات الجايه، بنش مارك تثبت قوه انتل، 50 سيمينار للعملاء، اعلانات بملايين الدولارات لاول مره، وتغيير كامل في طريقه البيع. كل ده حصل قبل السنه الجديده ما تبدا. وعشان تعرف حجم السرعه، مدير في موتوريلا قال بعدها ان انتل عملت حملتها في وقت ما كانش هو يقدر ياخد فيه موافقه على تذاكر طيران من ولايه لولايه. بس السر مش ان انتل كانت اسرع وخلاص، السر انهم عرفوا يحولوا جمله كبيره زي لازم نهزم موتوريلا لشغل محدد كل واحد عارف دوره فيه. اي مدير يقدر يدخل يقول يا جماعه لازم نبقى رقم واحد، واي فريق يقدر يسقف على الكلام ده ويخرج من الميتنج سخن، وبعد اسبوع كل واحد يرجع لنفس الشغل القديم. طب ايه السبب ورا الكلام ده؟ لان نبقى رقم واحد بتقول انت عايز ايه، لكن ما بتقولش هتعرف منين انك بتقرب، ولا مين لازم يعمل ايه، ولا امتى. دي يا صديقي زي يافطة مش نظام تشغيل. اندي جروف كان فاهم ان الحماس لوحده زي مشروب الطاقة، يديك طاقة شوية صغيرين وبعدها تهبط. فكان محتاج حاجة تخلي الحماس يتحول لقرارات، والقرارات تتحول لأرقام، والأرقام تفضح بسرعة احنا فعلا ماشيين ولا واقفين. هنا بيظهر السلاح اللي كسب انتل: الOKRs. OKR اختصار ليه Objective and Key Results. الأوبجيكتيف هو احنا عايزين نوصل لإيه، لازم يبقى مهم وواضح ويدي الناس سبب تتحرك، لكن مش لازم يبقى رقم. الكي ريزالتس بقى هي هنعرف منين اننا وصلنا، لازم تبقى متحدده وعليها وقت وتتقاس يا حصلت يا ما حصلتش، مفيش منطقه رمادي ولا احنا تقريبا تمام. وزي ما ماريسا ماير
اول مهندسه تتعين في جوجل واللي بعد كده بقت السي او لياهو كانت بتقول لو ما فيهوش رقم غالبا ده مش كي ريزولت. في انتل كان عندهم اوبجيكتيف واضح، نثبت ان عيله معالج انتل هي اقوى معالجات بيت 16، والهدف ما فضلش مجرد شعار حماسي، اتحول لاربع نتائج واضحه. 5 اختبارات تثبت بالارقام ان المعالج اسرع، طريقه ابسط تعرض المنتجات للعملاء، نسخه اسرع تدخل الانتاج، وقطعه جديده تكمل قوه المعالج تكون جاهزه قبل 15 يونيو. بص بقى هنا على الفرق، هندمر موتوريلا جمله تولع القاع، لكن بنش ماركس وتاريخ انتاج وعدد قطع وموعد تسليم دي حاجات تخلي ابلكيشنز وماركتنج وانجينيرنج ومانيفاكتشرنج كلهم يشتغلوا في نفس الخط. الاوبجيكتيف يا صديقي بيقول لنا احنا رايحين فين، والكي ريزلتس يا صديقي بتمنع ان كل واحد يشتغل في اتجاه لوحده. ولو وصلت لحد هنا وبدات تكتشف ليه اهداف كتير في الشغل بتتبخر، اعمل فولو، لان الجاي هو الجزء اللي خلى الرقم المستحيل ده يتحول لحقيقه. فريق انتل اقترح في الاول 1000 ديزاين وين في سنه، والديزاين وين معناها ان عميل يقرر يبني منتجه حوالين معالج انتل. 1000 كان اصلا اعلى بحوالي 50% من السنه اللي قبلها، وبعدين وسط التخطيط اتحول الرقم ل 2000. 2000 ديزاين وين معناهم تقريبا صفقه جديده لكل مندوب كل شهر، في وقت العملاء كانوا مش طايقين اصلا يسمعوا اسم معالج انتل. فريق المبيعات بص على الرقم وكانه بيبص على جبل ايفرست وهو لابس شبشب مش عارف يطلع الجبل ازاي. لكن الرقم عمل حاجه مهمه، بقى نقطه ارتكاز، كل الشركه عارفه بالظبط احنا بنجري ورا ايه. الاداره حطت مكافاه، رحله لشخصين يروحوا تهيتي لكل مندوب يحقق المطلوب. بعدين زودوا لفه حلوه، لو مندوب واحد في المكتب ما حققش نصيبه المكتب كله يخسر الرحله. في الاول الارقام كانت بعيده عن الهدف، وناس بدات تفكر تخفف تعريف الديزاين وين، لكن في الصيف بروشورات تهيتي الملونه وصلت بيوت المندوبين، وفجاه ضغط زمايلك ومراتك اللي شافت البحر بقى اقوى من اي سبيتش اداري. في نهايه السنه انتل ما جابتش 2000 ديزاين وين، دي جابت اكتر من 2300. تقريبا فريق المبيعات كله راح تهيتي، والاهم ان المعالج رجع يسيطر. وبعدها النسخه الارخص دخلت، اول اي بي ام بي سي، وبقت جزء من القاعده اللي اتبنى عليها سوق الكمبيوتر الشخصي. ومع دخول 1986 انتل كانت رجعت مسكت 85% من سوق معالجات البيت 16. بس خد بالك، الحكايه مش درس في انك ترمي رقم كبير على الناس وتقول لهم دبروا نفسكم. لو عملت كده انت مش بتطبق او كي ارز، انت بتوزع توتر على الشركه. انتل اشتغلت لان الاو كي ارز عملت 4 حاجات مع بعض. اول حاجه فوكس، الشركه اختارت خناقه واحده اهم من الباقي، كان في شغل كتير بس كله مش بنفس الاهميه دلوقتي. تاني حاجه الاينمنت، المبيعات والتسويق والهندسه والتصنيع ما كانوش 4 عربيات كل واحده ماشيه في شارع، ده كل فريق شاف دوره في نفس الهدف. تالت حاجه تراكنج، مفيش حاسين ان الدنيا احسن، في رقم وميعاد لتحقيق الرقم ونقدر نعرف احنا اخضر ولا اصفر ولا احمر. رابع حاجه ستريتش، الهدف كان اعلى من اللي الناس متعوده تعمله، فاضطرهم يفكروا ويتصرفوا بطريقه مختلفه. ودي نقطه مهمه لازم تبقى فاهمها، في او كي ارز لازم تتحقق 100%، زي انك تسلم نظام اساسي في ميعاده، دي كوميتد. وفي او كي ارز طموحه بتشدك لابعد من قدرتك اللي انت عليها دلوقتي، دي اسبيريشن وممكن توصل فيها ل 70%. وعايز اقول لك حاجه، ال 70% دول وقتها بيكونوا انجاز محترم. المصيبه يا صديقي انك تخلط بينهم، لو هدف لازم يحصل وسميته طموح الناس هتلاقي لنفسها مبرر للفشل، ولو هدف مبالغ في صعوبته عملته كانه لازم الناس تحققه 100% الناس هتخاف تجرب وتبدا تلعب في الارقام. وكمان الاو كي ار المفروض يبقى اداه تساعد الناس تقيس شغلها، مش عصايه تضربهم بيها اخر السنه. واول ما تربطه بالمرتب والعقاب هتلاقي الناس بتختار اهداف سهله او بتفصل الارقام اللي على المقاس. بعد حوالي 20 سنه جون دور اخذ الفكره معاه لشركه صغيره في بدايتها، الشركه كان اسمها جوجل. سنه 1999 حوالي 30 موظف متجمعين حوالين ترابيزه بينج بونج بتشتغل كانها ترابيزه مجلس اداره. لاري بيج وسيرج برينج عندهم افكار تكفي عشرات الشركات، لكن ما عندهمش نظام يحدد ايه اللي اتعمل الاول. دور دخل وشرح لهم في 90 دقيقه اللي اتعلمه في انتل، حتى عرضه كان او كي ار يخلص في الوقت. قرروا يعملوا نموذج او كي ارز
لجوجل وياخدوا موافقة الإدارة على تجربته لمدة 3 شهور. جوجل جربت الأوكي آرز وبعدها فضلت تستخدمها لحد ما بقت بتكبر من أوضة صغيرة لشركة عندها منتجات بيستخدمها أكتر من مليار شخص. وده مش عشان الأوكي آرز سحر، لكن عشان الأفكار سهلة والتنفيذ هو اللي بيكشف مين هيعمل حاجة ومين هيفضل يتكلم. تعالى سوا نجرب نكتب اوكي ار من غير فزلكه. اول حاجه الاوبجيكتيف بتاعك ما تكتبوش بالشكل ده، نزود المبيعات. دي مش خطه، دي يا صديقي اكن مامتك بتدعي لك وتقول لك ربنا يفتحها في وشك. نزود المبيعات دي نتيجه انت نفسك فيها، بس مش الطريق اللي بيوصلك لزياده المبيعات، والا كل واحد قال عايز ابقى مليونير صحي لقى البنك بيرن عليه. الهدف الحقيقي لازم يقول عاملنا مين وليه هيختارنا وايه الحاجه اللي هنغيرها عشان ده يحصل. هنعتبر ان عندك مطعم، فهنقول مثلا هنخلي مطعمنا الاختيار الاول لافطار الموظفين اللي حوالينا خلال ال3 شهور الجايين، وبعدها حط من 3 ل5 كي ريزلتس لو اتحققوا الهدف لازم يكون اتحقق فعلا. فمثلا هنزود طلبات الصبح الاسبوعيه من 250 اوردر ل 400 اوردر، نزود نسبه الزباين اللي بيطلبوا مره تانية من 20% ل 35%، نقلل متوسط وقت التوصيل من 20 دقيقة ل 12 دقيقة. لاحظ حاجة، لو قلنا هنعمل كامبين واعلانات دي مش كي ريزلتس، دي تاسك. انما نجيب 150 طلب جديد من الكامبين بتكلفة اقل من رقم معين، دي نتيجة تقدر تقيسها. وقبل ما تعتمد اي اوكي ار اسأل 4 اسئلة: هل اخترنا اهم حاجة فعلا ولا كتبنا كل حاجة؟ هل الكي ريزلت عليه رقم ووقت؟ لو حققنا كل الكي ريزلتس هل الاوبجيكتيف اكيد هيتحقق؟ وايه اللي هنوقفه او نقلل اهميته عشان ندي الهدف ده حق؟ جملة لازم تحطها في دماغك يا صديقي: لو عندك 20 اولوية انت ما عندكش اي اولوية، انت عندك زحمة مكتوبة شكلها منظم وحلو. وده اللي هنتعلمه من كتاب Measure What Matters. ما تقيسش كل حاجة لمجرد انك تقدر، اختار ايه اللي ليه لازمة، خلي الناس تشوفه، قيس التقدم وتعلم بسرعة لما الرقم يقول انك غلط. انتل ما كسبتش لانها حطت جول كبير على الحيطه، انتل كسبت لانها خلت 2000 شخص يعرفوا ايه الخناقه ودورهم فيها ايه وهنحسب النتيجه امتى وازاي. لو الحدوته دي خلتك تبص لاهداف شركتك وتشك ان نصها مجرد كلام، اعمل فولو. الحلقات الجايه هتاخد افكار الاداره من الكتب وتحولها لحاجات تقدر تستخدمها في شغلك من بكره. وعشان نلخص حلقتنا يا صديقي، اختار اللي يهم وقيس اللي يثبت انك اتحركت، بس خليك عارف ان القياس مش هيحقق الهدف لوحده. يعني مثلا هو الميزان هيخسسك؟ اكيد لا، بس على الاقل هيمنعك تقول ان القميص هو اللي كشف.